يا اهلا وسهلا بيكم ملوك التكنولوجيا. وابل لسه مخلصه ايفنت الايفونات الجديد الايفون 16 برو ومعاهم كام جهاز كده روشين. ابل واتش الجيل العاشر سيريس 10 فيها الابجريدز الحقيقيه، سماعات ابل الجيل الرابع الايربودز 4 وبس كده. ده تقريبا اصغر ايفون ايفنت بقاله سنين، ولكن في تركيز كبير قوي في الايفنت ده على الانتليجنس، على الذكاء الاصطناعي وازاي هو موجود جوه الاجهزه، وفي زرار جديد كده في الايفونات، وفي فيتشرز حلوه قوي تخلي ايفون 16 السنه دي هو ايفون فعلا مميز، وفي ابجريدز قويه قوي عن المنافسه. نبدا كلامنا على طول عن الابل واتش الجيل العاشر. دي اكبر حجم شاشه الابل واتش، هي 30% اكبر من الجيل التاسع، وكمان هي اكبر من الابل واتش الترا، بس مع ده هي ما زالت ارفع ابل واتش. مش متاكدين بس اعتقد ان الابل واتش الجديده دي اكبر عن الناحيه الفيرتيكال، الناحيه الراسيه، عن الناحيه الهوريزونتال الافقيه. برضه حطوا فيها شاشه جديده 40% برايتنس اعلى، وبرضه بيقول لك ان هي فيها توفير قوي في البطاريه، ولكن بعدين بيقول لك ان هي ما زالت بطاريه 18 ساعه. يعني هي الشاشه كبرت شويه فده بيستهلك بطاريه اكتر، وهم عملوا حاجه بتوفر بطاريه وفي الاخر البطاريه ما اتاثرتش. من الحاجات اللذيذه في الساعه دي ان هي بتابديت كل ثانيه على اللو باور مود بتاعها، وعملوا شويه واتش فيسز جديده، الوول بيبرز انت ممكن تحطها على الساعه اللي بتتحرك، وازاي هي ممكن تستغل فكره هي بتابديت كل ثانيه. سماعه الابل واتش برضو اتطورت تطوير جامد قوي، لدرجه ان هم قالوا ان دي اول ابل واتش في تاريخ ابل تقدر تشغل بودكاستس ومزيكا دايركت من الساعه، مش محتاج ان انت تمسك الساعه دي كانها ريموت لحاجه تانية او تشغل مزيكا منها لحاجه تانية، لا انت ممكن تسمع على سماعات الساعه نفسها. الساعه ما زالت فيها الريتنج بتاع 50 متر، ممكن تعمل بيها دايفنج تحت الميه. واخيرا يا ابل حطوا فيها فاست شارجنج، هو مش فاست شارجنج رهيب بس هو ما زال فاست شارجنج محترم جدا. الساعه دي بتشحن 80% في 30 دقيقه، وده يعتبر اسرع ضعف من سيريز 9، لانك بتشحن 80% في ساعه و5 دقائق تقريبا. من كام سنه كده ابل قررت تشيل اللون الاسود تماما من الابل واتش، وكان دي حاجه مستفزه جدا لناس كتير. قرروا السنه دي ان هم بانها الجيل العاشر وكده هيرجعوا الدارك جراي، هو مش بيسموه بلاك، هو بيسموه دارك جراي، ولكن هيرجعوه في الفيرجن الرخيص. لا طبعا لازم هتدفع ثمن التيتانيوم ابل واتش الجديد. ابل نزلت التيتانيوم في 15 برو، فقرروا هم السنه دي ينزلوا بقى التيتانيوم في الابل واتش الجديد. كاسعار هتبدا من $400، ولكن ابل ما قالتش رسميا التيتانيوم فيرجن هيكون سعره كام. ممكن كمان ساعه ساعتين من دلوقتي يعلنوا عنها في الويب سايت بتاعهم، ولكن من حالا دلوقتي بسجل فيديو بعد الايفنت خلص، فالمعلومه دي مش عندي، ولكن هتلاقوها في اول كومنت. الوان التيتانيوم الجديد هم 3: اللون الناتشرال بتاعت الايفون 15 برو، لون ذهبي جولد، واللون الدارك جراي الغامق. والالوان العاديه هي السيلفر والحاجات الالومنيوم العاديه اللي طبعا ابل عايزه تفرقها عن الاغلب. الجيل العاشر من الابل واتش بيجي من الجيل العاشر من بروسيسورز ابل، وهي سيريس 10 تشيبس. البروسيسور ده فيه 4 كور نيورال انجن، بيقدر هو يساعد في الحاجات الاي اي، وسيري موجوده على الساعه نفسه وبيشتغل على الساعه نفسه، مش بيستهلك بروسيسور موبايل او ساعه بكونكت بلوتوث في الموبايل فتاخد الكوماند بتاعك في الموبايل وترجعه لك تاني، لا سيري بتشتغل من الساعه. وده بيساعد الساعه في كام حاجه لذيذه في السمارت ستاك، اللي هي ممكن تطلع لك على حسب اليوم وعلى حسب كميه حركتك شويه فيتشرز لذيذه. انت دخلت الجيم فبتقول لك يلا الورك اوت هيبتدي، انت حركت جسمك. والكلام ده مش مجرد بيشتغل في السمارت ستاك، الكلام ده كمان بيشتغل في الوول بيبر بتاعتك، ممكن يغيرها لك على حسب المكان اللي انت رايحه والروتين بتاعك. وفي فيتشر جديده قوي موجوده في الابل واتش ما سمعناش عنها خالص غير في السامسونج جالاكسي واتش الترا اللي لسه نازله من كم اسبوع، وهي معالجه السليب ابنيا، امراض النوم. يعني شويه فيتشرز بتقيس كواليتي نومك وازاي تعالج من النوم وازاي حاجات مختلفه. كل الحاجات دي كانت لسه سامسونج اعلنت عنها، فابل بتعيد نفس الموضوع بعديها بكام اسبوع. بس يا سيدي ودي كانت الابل واتش الجيل العاشر. خلينا نروح بقى للابل واتش الترا 2 وبس كده يا سيدي. دي كانت الابل واتش الترا 2 هو بجد ده اللي عملوه في الايفنت، قال لك والابل واتش الترا، فكلنا اتحمسنا حاجه جديده بقى. قال لك لا احنا عملنا لون جديد منها، اللون الاسود، وبس كده خلصوا الابل واتش الترا 2. وخلينا نروح للي بعده، ايربودز 4. اولا قعدوا يقول لك ان احنا قعدنا ندرس ودان البشر والودان بتشتغل ازاي والاشكال المختلفه، وعملنا شكل جديد من الايربودز بيدخل في ودان البني ادم بيستقنيص وما بيقعش من ودنه وبيبسطه. احب اقول لك بس ان في عيلتي في شخصين الايربودز دي بتقع من ودنهم على طول، اللي هي ايربودز 3 العاديه، فاتمنى فعلا يكون في تغيير حقيقي ارجونوميكلي في شكل الايربودز يخليها تستاهل ان احنا نشتريها. الايربودز الجديده دي بتيجي بالH2 تشيب، بروسيسور مخصوص اللي هو يحسن جوده الصوت، يديله بيز احسن كتير جدا وهاي اقوى كتير، بالاضافه للبيرسونلايز سبيشال اوديو اللي كان موجود في الايربودز برو 2 دلوقتي بقى موجود رسميا في الايربودز 4. عملوا فويس ايسوليشن، اتمنى فعلا يكون كويس، لان انا ولا سماعه ايربودز بالنسبه لي تكفي ان انا اتكلم منها مكالمه. مفيش حد بيسمعني وانا بتكلم من ايربودز، ودي حاجه مستفزه الى اقصى درجه. مفيش زرار تحكم في الجنب زي ايربودز برو، الكيس بقت بتشتغل بيو اس بي سي وبتقعد سماعتك دي لمده 30 ساعه، وسعرها $129. وهنا ابل بتاخد نفس كده وبتعلن عن الايربودز 4 برضو، ولكن بتيجي بليسننج مودز. ايه
الليسننج مودز اللي انا اعرفها هي الاوديو ايسوليشن اللي هو عزل الضوضاء، الترانسبيرنسي اللي هو يخلي الناس تسمع الناس اكتر، تعليق صوت الباك جراوند، او الادابتيف لو في حد عمل صوت عالي مره واحده يروح كاتمه، او الكونفرزيشن اويرنس لو حد جه يتكلم معاك او انت اتكلمت يقفل الايسوليشن بعد كده يرجعه تاني. الفكره ان الكلام ده بيشتغل بالسيليكون بتاع السماعه، انت تحط سماعه في ودانك بيكون فيها سيليكون بيعزل الضوضاء، وبعد كده يقدر يقرا الصوت اللي جوه ودانك ويقدر يقرا الصوت اللي بره ودانك فيعمل ده. الايربودز برو 2 يا جماعه لما بتحط في الودن لو مش محطوطه كويس، انا لو محتاجه ان انا احطها للاخر عشان الصوت يتعزل مظبوط، عشان نظام الاي اي بتاع المايك اللي بره ومايك اللي جوه يشتغلوا. فانا مش فاهم ازاي سماعه بدون سيليكون بتتحط في ودانك وبتعزل ضوضاء، دي حاجه في منتهى الغرابه. الايربودز 4 بالليسننج مودز بعزل الضوضاء وكده سعرها $179 وهي اغلى $50. وما زالت الايربودز برو 2 سعرها $250 يعني اغلى تقريبا 70 كمان من الايربودز 4 listening مودز. بعد كده قالوا مره واحده يلا هنتكلم عن الايربودز برو، فانا بقى عيوني قلبت قلوب، انا مستني ايربودز برو الجيل الثالث لان دي اللي انا بستخدمها الجيل الثاني وبقالي 3 سنين ولا سنتين متحمس. كده قال لك احنا عملنا هيرنج ايد وعملنا مش عارف ايه، وانا عمال اسمع هيرنج ايد اللي هي هتساعدني على السماع احسن وهتقول لي شويه حاجات انت سماعك بيقل وتويست تاخده، عاد كلام غريب كده يتقال. انا حسيت اللي هو ايه الهبل ده، انا اشتري ايربودز برو الجيل الثالث مخصوص عشان شويه الفيتشرز دي. بعد كده مره واحده قالت لي لا دي مش ايربودز برو جيل جديد، دي مجرد سوفت وير فيتشرز هيجي لك كمان شهر في الايربودز برو 2 بتاعتك. يعني في حته جوايا انبسطت بس في حته جوايا برده، بس انا كنت مستني المنتج الجديد بتاع ابل بس ده ما حصلش. بعد كده قفلوا الكلام ده وقال لك يلا هنتكلم ايربودز ماكس. انا عيوني برده قلبت قلوب، انا عمري ما اشتريت ايربودز ماكس الجيل الاولاني ومستني الجيل الثاني بفارغ الصبر عشان اشتريه فعلا. بعد كده قال لك احنا عملنا الوان جديد، فشكرا جزيلا مش هشتري ولا ايربودز برو ولا ايربودز ماكس ولا حتى ايربودز 4 لان البرو 2 احسن. وخلينا دلوقتي نتكلم عن الايفونز الجديده لانها رهيبه. مش هينفع تكون بتتفرج على ويندي تك من غير ما نقعد نتنطط من سيت اب للتاني في الايفون ايفنت ده اكيد. وخليني اقول لكم السنه دي زي كل سنه عندنا 4 ايفونات، 16 16 بلس 16 برو 16 برو ماكس. ال 16 وال 16 بلس جالهم السنه دي شويه ابديتس حلوه جدا، معظمها كانت متاخده من ال 15 برو. بس الحلو في الموضوع ان ابل ما احتفظتش بحاجات كتير للبرو وشالتها من العادي. يعني زرار الكاميرا كنترول ده زرار جديد كليا موجود في الايفون، وكل فكرته ان هو عامل زي زرار الشاطر بتاع الكاميرا، الزرار ممكن تدوس عليه بالراحه فيظبط لك فوكس، او تدوس عليه دايسه كده وتشيل فتقعد تتحرك بقى وتعمل زوم وتعمل حاجات مختلفه، او تدوس عليه ضغطه جامده فتاخد الصوره. وده بيخلي ابلكيشن الكاميرا كلين فاضيه، شايف كل تفاصيل الصوره. لو انت مصور حقيقي وفعلا بتفهم تصوير دايما بتفضي الشاشه من اي حاجه عشان عايز تشوف صوره جميله. برضه السنه دي قرروا ان هم يحطوا بروسيسور ال A18 دايركتلي في الايفونات العاديه. لو نرجع بالزمن الايفون 14 كان فيه بروسيسور ال A16 ال A16، بعد كده بعديه بسنه لما نزلوا الايفون 15 حطوا فيه نفس البروسيسور ال A16، ففضلنا سنتين بنشتغل بنفس البروسيسور بتاع الموبايل. بس السنه دي ابل قررت ان هي تفكس لل A17 وتحط ال A18 على طول في الايفون 16. ما زالت ال 16 و 16 بلس بيجوا ب 60 هرتز مش 120 اللي هو البروموشن الحاجات الناعمه. الازاز المستخدم هو 50% طفر يستحمل اكتر. الشاشه دلوقتي بتوصل لحد 2000 نتس ولكن تقدر توصل لحد 1 نت كمان من برايتنس، وده رقم جديد. دلوقتي الايفون 16 بقى فيه الاكشن بutton، زرار اللي تقدر تتحكم فيه من الموبايل وتعمل بيه اكشنز مختلفه. وخلينا نتكلم شويه على قوه البروسيسور الجديد. البروسيسور ده 30% اسرع من الايفون 15. سرعه الميموري بتاعته الرامات اسرع 17%. البروسيسور ده هو الجيل الثاني من بروسيسورز ال 3 نانومتر. البروسيسور دي موفره جدا في البطاريه، وابل لما تقولك ان هو موفره جدا في البطاريه دي حاجه تحمسني، لان اصلا بطاريه الايفون 15 ماكس كانت بطاريه ممتازه. فلما ابل تقولك ان هو ده بيوفر اكتر في البطاريه متوقع ان تاخد احسن بطاريه في اي موبايل. بس اتقل على الحته دي لحد ما تدخل في البرو. ولكن ابل ترجع وتقول ان كل اللعبه السنه دي هي لعبه انتليجنس، لعبه ذكاء، لان هو ده اللي هينقل تجربتك للموبايل في حته تانية. واعلنوا حاجه دي اسمها برايفت كلاود كومبيوت. معظم الاي اي اللي احنا بنستخدمه حوالينا دلوقتي تشات جي بي تي وجيميناي وغيرها ده كله بيشتغل على السيرفرز بتاعت الشركات دي. ولكن ابل بتعمل حاجه لذيذه، وهو انك تقدر تستخدم الاي اي ببروسيسور موبايلك من غير ما توصل للانترنت. لكن في بعض التاسكات بتحتاج للانترنت، فابل عملت منتج جديد تقدر انت تاكسس بالانترنت، ولكن الكلاود دي مش شرط مع اي حاجه. تشات جي بي تي بتستهلك كل المعلومات اللي انت بتسالها لها دي
وتطور بيها الاي اي بتاعها. ابل قررت ان احنا مش هنطور، مش عايزين اي حاجه تستخدم ولا المعلومات دي تروح لاي حد، دي حاجه برايفت كلاود استهلك الكمبيوترز بتاعتنا من غير ما احنا نستغل المعلومات دي في اي حاجه. سيري دلوقتي بقيت تقدر تتكلم معاها كانها بني ادم. لو سمحتي صحيني بكره الساعه 7. لا انا قصدي 8:30. هتقول لك تمام الارم ظبط 8:30. بقى ليها انيميشن لذيذه، والانيميشن دي اكتر حاجه تعبر عنها ان هي ما بقتش مجرد كوره دوريه بتشتغل وتنور، لان هي حرفيا موجوده في كل حته في الموبايل. تقدر تقرا الرسائل اللي انت فاتحها على الشاشه مثلا زي مسج واتساب وتقول لها لخصي لي الرساله او ردي على الشخص ده وقولي له اللي انا مش نافعني. فهي تخلق الرساله وتكتب لك رساله عذرا انا مش هقدر اكون موجود في الموعد ده الساعه 7 بكره. بتقرا مسج وبتلخصها وبترد بيها بالاي اي، ولكن الكلام ده شغال انجليزي بس. المفروض ان في 4 لغات هيدخلوا السنه الجايه، هما الصيني، الفرنش، الياباني، الاسباني، ولكن محدش جاب سيره العربي. اتمنى بكل قلبي عربي يا ريت. بعد كده عرضنا حاجه جديده اسمها الفيجوال انتليجنس، ودي فكرتها لو انت ماسك موبايلك في اي وقت تقدر تدوس على زرار الكاميرا ده ضغطه مطوله كانه اكشن باتن مثلا، وتصور صوره لمطعم قدامك. فانت اول ما تصور الصوره راح منزل لك صور عن المنيو بتاع المطعم، الريتنج اللي واخده، وايه اشهر وجبه بيقدمها. او تشوف دعوه مثلا لايفنت ملزوقه في الشارع ولا موجوده على الشاشه، فانت تمسك موبايلك تدوس عليها كتير فيحط الدعوه دي جوه الكالندر على طول. انت مش هتدخلها جوه الكالندر وتكتب الميعاد ولا تتكلم لسيري، انت بترفع بتدوس على الزرار ده وهو بيعمل الباقي. فيجوال انتليجنس حقيقي. والمثل الثالث اللي ادوه لمساله حسابيه ممكن تخلي تشات جي بي تي يحلها لك من مجرد الكاميرا. واخيرا تصور عجله عجبتك في الشارع وتعمل جوجل ايمج سيرش. اللي هم عايزين يوروه اللي هم بيشتغلوا مع كل حاجه، بيشتغلوا مع جوجل، مع تشات جي بي تي، بيشتغلوا مع الانترنال انتليجنس بتاع الموبايل، ويشتغلوا مع البرايفت كومبيوتنج. الاربع حاجات اللي سمارت انتليجنس ابل قالتهم ورا بعض في 4 اكزامبلز لذاذ وصغيرين. و16 في منه الوان كتيره جدا، اهم لون منها هو اللون الازرق او اللبني الغامق اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي. اللون ده لون لذيذ ولكن مش مميز لان احنا شفناه قبل كده كتير، بس هو اول لون لبني غامق تقريبا في اللون المش جلاسي، مش كده، هو لون مط غامق. بصراحه متحمس ان انا اشوفه، ولكن انا لو هختار بيرسونال يعني انا اروح لالوان غامقه، واللبني غامق مش اكتر لون عجبني السنه دي. زرار الكاميرا كنترول اللي احنا كلنا مهووسين بيه ده بيعمل كذا حاجه. اول حاجه انت ممكن تدوس عليه ضغطه بسيطه فتظبط الفوكس بتاعك، او تدوس عليه ضغطه وتشيل ايدك على طول فتقدر ان انت تتحكم بقى في المودز المختلفه، سواء مثلا تظبط اكسبوجر او تظبط الابرتشر بتاعت الكاميرا. تدوس عليه مثلا وتقعد تحرك فيه، تعمل زوم او تظبط حاجات مختلفه. ولو قررت تاخد الصوره بنفس الضغطه كده تكملها للاخر، تفعص الفعصه الاخيره فتصور الصوره. الكلام ده بالظبط احنا بنعمله بس في الكاميرات البروفيشنال، بندوس دايسه خفيفه بعد كده تقعد تعدل بقى في الاكسبوجر بالزراير الثانيه كده تدوس دايسه كامله فتاخد الصوره بتاعتك. وعلى ذكر الكاميرا البروفيشنال، فكاميرات الايفون 16 دلوقتي بقت كاميرا 48 ميجا بكسل، بتطلع صور 24 ميجا بكسل. لسه مش عارف الديتيلز الصريحه بتاعتها، ولكن اعتقد ان هي نفس كاميرا الايفون 15 برو الاساسيه بالظبط. ابل بتقول برضو احنا عملنا كاميرا ثانيه 12 ميجا بكسل 2 اكس تليفوتو كاميرا، ولكن هي كروب ان فيرجن من الكاميرا 48 عشان بس الموضوع ده لخبطني. قلت هم 3 كاميرات، لكن بصيت هم كاميرتين بس. الجديد طلعت الزوم ان بس. بالاضافه طبعا للكاميرا 12 ميجا بكسل الترا وايد، مش هقدر اتكلم قوي عن الكاميرات او الفيتشرز بتاعتها غير لما اجربها فعلا، ولكن في شويه اي اي واضح بالنسبه لنا اللي هو كلين اب. لو صورت صوره في حد في الباك جراوند مش عاجبك تشيله. بقى في اوبشن تصور سبيشال فوتوز وسبيشال فيديوز عشان نشوفهم في الفيجن برو اللي تقريبا ولا في المية في العالم عنده الفيجن برو اصلا. واكتر فيتشر عجباني في الايفونات الجديده ومحدش اتكلم عنها في الايفنت اصلا ولا حد كده، بس هما في الصوره اللي هما بيحطوها في الاخر كده مره واحده كده لقيتها مرميه فيها، وهي واي فاي 7. الفيتشر دي فيتشر كانت الايفون متاخر فيها جدا. انا من قريب حاولت كل النتوركس اللي في حياتي الواي فاي 7، ممكن ما يكونش الانترنت بسرعه الواي فاي 7، ولكن انا باكسس داتا وملفات وبنقل فايلز كبيره جدا عن طريق واي فاي. فكره ان انا يكون عندي واي فاي 7 في موبايلي كانت حاجه يعني مهمه الى اقصى درجه، وحاجه انا كنت محتاجها. واي فاي 7 ده واي فاي اسرع، الرينج بتاعه اكبر وثابت احسن كتير قوي. فلو في حته في شقتك مش بتكفر واي فاي 7، راوتر واي فاي 7 ممكن توصل لحته ابعد كتير جدا بكل سهوله من غير اي حاجه. فصراحه هي نقله كبيره قوي. الايفون بتبدا من $800 ل 16 و$900 ل 16 بلس، نفس اسعار السنه اللي فاتت، وبيبداوا من 128 جيجا بايت. وخلينا نروح للبرو. ايفون 16 برو الذهبي هو اللون الجديد. بتتفرج على يوسف لويندي بجد، ما ينفع، لازم اتنطط من كل مشهد للتاني. ال 16 برو السنه دي هو من اكتر ال 16 بروز اللي انا متحمس لهم عشان حاجه واحده بس، الشاشه حجمها كبر قوي، بقى يوصل لحد 6.9 بوصه لل 16 برو ماكس. ودي حاجه الموبايل بقى فردت شبشب
شبشب على ودنك بجد. ابل بتقول ان هم ما كبروش الموبايل جامد، لسه مش عارفين الاحجام بالمليمتر قد ايه، ولكن بيقولوا ان بازلز الشاشه، حواف الشاشه هي اصغر حواف في اي ايفون تم اختراعه. الشاشه ما زالت 120 هرتز بروموشن، بتوصل لحد 1 هرتز لو عايز تقللها وتخليها اولويز اون. الجيل الثاني من السيراميك شيلد اللي بيحميه من الوقعات والكسور لحد 50%. واحب اقول لك ان الجيل الاولاني من السيراميك شيلد بيستحمل قوي الموبايل ده من غير سكرين بروتكتور وقع على وشه وقعات تخلي الموبايل ده يتفشفش، والموبايل ده انا مش شايف فيه خدشه. ما زال الموبايل ده مصنوع من التيتانيوم وفيه 4 الوان، واللون الجديد هو اللون الذهبي زي ما احنا قلنا. البلاك تيتانيوم، هو بيقول الاسم ده قال داركر بلاك تيتانيوم بلون اسود اغمق. وبصراحه انا بفكر ارجع تاني للبيزكس واجيب ده السنه دي. الناشل تيتانيوم بتاع ال 15 برو ما اعتقدش ان انا هجيبه تاني يعني. اللون الذهبي اللي هو اسمه الديزرت تيتانيوم، واللون الابيض اللي هو الوايت تيتانيوم. انا لو هجيب اما هجيب الديزرت اللي هو اللون الجديد الروش، ولكن ده كان لون موجود برضو من ال 11 برو ماكس والاكسس ماكس او التنس ماكس، فده مش لون مميز قوي يعني. ده لون احنا شفنا الذهبي ده قبل كده في الايفونات كتير، ولكن اللون الاسود اللي بيقول لك ايفن داركر بلاك تيتانيوم ده لون انا متحمس له. تيتانيوم اسود، عارف لو موجود من زمان، بس ده اللون اللي دايما عمرك ما بتغلب انك تجيبه. الروش هنا بقى ان ابل قالت لك معلومه كده ورمتها، وقالت لك ده احسن بطاريه تم اختراعها في ايفون. وعايز احكي لكم كده قصه صغيره عن الموضوع ده. ابل عندها استراتيجيه شغاله من الاول ايفون اكس، سنه تنزل لك تغييرات على التصميم والديزاين تحفه وجديده، والسنه اللي بعديها تعمل لك ابجريدز طفيفه تخلي تجربه الاستخدام بتاعت الموبايل ده فعلا تجربه ممتازه. 11 برو ماكس كان احسن بطاريه في اي ايفون ساعتها. 12 برو ماكس كان بطاريته وحشه جدا وكان فيه شويه فيتشرز جديده. 13 برو ماكس كان احسن بطاريه موبايل ساعتها. 14 برو ماكس كان ازوأ بطاريه وابجريدز كتير في شكل الموبايل والدايناميك ايلاند والحاجات الجديده. 15 برو ماكس ما فيهوش حاجات كتير جديده في التصميم بتاعه، ولكن كان بيابجريد كل حاجه غلط، هو كان احسن بطاريه موبايل. 16 برو ماكس انا كنت قلقان قوي ودايما باخد رجل ورا ورجل قدام، لان انا بقلق من الرقم الايفن بتاع ابل. السنه دي ابل بتقول ان ده احسن بطاريه، بتقول ان هو الموبايل ده جامد وثابت وكل حاجه جامده. انا قلقان من الفيتشرز الجديده والابل انتليجنس والحاجات اللي عماله تفرقع في وشنا كده، ان هي فعلا تفرقع في وشنا ولا الموبايل بيفرقع في وشنا. اتمنى ده ما يكونش حقيقه، كنت فعلا غلطان، ويكون ال 16 برو ماكس يكون موبايل فيه فيتشرز روشه وشاشه اكبر وديزاينز جامد، ولكن في نفس الوقت يكون موبايل فعلا ثابت وكاستخدام ليوزر يكون حلو، وده هنعرفه في الفول ريفيو. كل فيتشرز ابل فيجن بتاعت ال 16 موجوده كلها هنا من غير اي تغييرات كبيره، ولكن تغييرات موجوده في البروسيسور كقوه والكاميرا كاداء. بروسيسور ال A18 برو نفس بروسيسور 3 نانومتر الجيل الثاني، بروسيسور بيوفر في بطاريه وبيعمل كل الحاجات اللي ابل عماله تتكلم عنها. ما زال بيجي ب 6 كور بروسيسور، 2 منهم بيرفورمانس و4 منهم افشنسي، 2 منهم للسرعه و4 منهم عشان يوفروا بطاريه. المفروض ان هو 15% اقوى من ال A17 برو الموجود في الايفون 15 برو ماكس، و20% بيستهلك طاقه اقل. طبعا كل الارقام دي تترجم لولا حاجه في البطاريه، لان البطاريه الشاشه كبرت تستهلك بطاريه اكتر، 20% بروسيسور اقل، ففي الاخر ما فيش اي فرق. بس الفرق حقيقي هو في الكاميرات وخصوصا في الفيديو. الموبايل ده هو اول موبايل بيصور 4K على 120 فريم في الثانيه، على بقى لوج تلاقي بروريز، على سينماتيك مود، اي حاجه شغاله 4K 120. وبصراحه ال 4K 120 لذيذ جدا، بس سلمي على الاستورج بتاعتك. بقى في مود لذيذ وانت بتتفرج على الفيديوهات دي في الفوتوز ابلكيشن بتاعتك، انك تتفرج على الفيديوهات دي بأني سرعه، والتنقل ما بينهم لذيذ. وكمان في ابلكيشن الكاميرا بقيت تقدر تشوف الفوتوغرافيك ستايلز مختلفه، اللي هو بقى جورجس ولا دايناميك ولا سينماتيك ولا مش عارف ايه، من جوه الفيو فايندر من جوه الكاميرا كده، تقعد تقلب بالزرار الجديد بتاعهم ده وتتفرج عليها لايف. وبرده حاجه كمان قالوا ان هي بقت موجوده في البرو، هو 4 مايكروفونز جداد لعزل الضوضاء، وكمان مش مجرد عزل، انك تقدر تمنتج الصوت بعد ما تصور الفيديو. 2 قاعدين في مطعم والاوردر بتاعهم وصل لهم، فكان الويتر وهو جاي بتكلمه وتقول لهم الاوردر جه اتفضل يا فندم مش عارف ايه. وازاي وانت بتصور الشخصين دول هم قاعدين ممكن تعزل صوت الويتر، او ممكن تخلي صوت الويتر موجود، او ممكن تخلي الامبيانس بتاع المكان، الحلل اللي بتخبط في بعض والازايز بتتحط على الترابيزه يكون عالي. انت بتختار ازاي عايز تسمع الصوت بتاعك بعد ما الفيديو بيتصور. دي حاجه اصلا يعني مستحيله دي حاجه انت بتعملها بمايكات وساوند افكتس، وواحد لابس 50 سماعه بيقعد يصور كل حته وكل خبطه وكل كوبايه بتتحط على الترابيزه عشان في الاخر يحط عليها افكتات. انت بتدوس زرار المايكات كلها بتسجل من الايفون وخلصت. حاجه مش واقعيه اصلا. اخر كام حاجه في الايفون دول اهم حاجه بالنسبه لي. ابل قالت ان الماك سيف دلوقتي بقى بيدعم التشي 2، ده المفروض اللي هو اسرع، بس ما قالوش السرعه كام. انا متوقع ان هي في رينج 25 واط بدل 15 واط. وطبعا كفرات الماك سيف الجديده لازم هتشتريها كلها من ابل، لان انت لازم الحته الجديده دي تاتش يا بابا، فلازم يكون الحته دي شفافه بتدعم اللي هي توصل الشحنات الكهربائيه اللي في ايدك جوه الموبايل. ابل
تيبيكال. والذ حاجه بالنسبه لي ان الايفون دلوقتي بقت تدعم الواي فاي 7، ودي حاجه انا هتكلم عنها في فيديو قريب قوي، لان معايا راوتر كده من تي بي لينك اتبعت لي من كام يوم، اقوى جيمنج راوتر في الحياه، فهتكلم عنه وهتشوفوا منه شويه حاجات. اسعار المزايا هي $1000 للايفون 16 برو و$1200 لل 16 برو ماكس. البرو بيبدا من 128 والبرو ماكس بيبدا من 256 جيجا بايت. دي يا جماعه كل حاجه في ايفنت ابل. هل الموضوع خلص لحد كده؟ لا طبعا، لازم هنجرب الموبايلات دي وهنسافر دبي مخصوص وهنشتريها وهنجربها ونعمل كل ده. بس انا عايز منكم طلب، عايز كل حد فيكم في الكومنتس دلوقتي يقول لي ايه اكتر حاجه عايز ان انا اعمل الفيديو الاولاني بتاعها عنها. انا مش ناوي اعمل انبوكسنج والحاجات المعتاده اللي احنا عارفينها، انا ناوي لا ادخل على طول في صلب الفيتشرز واتكلم على الحاجات اللي فعلا انتوا عايزين تعرفوها. ففي الكومنتس تحت اكتب على قد ما تقدر كميه الكومنتات اللي انت عايزها، واعملوا لايك لبعض يا جماعه عشان اعرف ايه اكتر حاجه مطلب جماهيري عايزيني اتكلم عنه في الايفون 16 برو والبرو ماكس الجداد او 16 عادي. شكرا لك، شفت الفيديو، اشوفكم فيديو